السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة الفيديو بتاعي كده هعمل فيه صينية كنافة اللي هي بتاعتنا الأصلية بتاعت زمان كده. لا بقى بالمانجا ولا بالشوكولاتة، ولا احنا هنعمل الكنافة بتاعتنا اللي احنا اتربينا عليها، كنافة اللي احنا طول عمرنا كنا بنعملها، كنافة الأصلية. وانا دايما بصراحة بحب الحاجة اللي احنا اتربينا واتعودنا عليها، ما بحبش الافتكاسات الكتير. هي كل حاجة اوقات بيكون طعمها حلو وكل حاجة، بس طبعا بيرجع في الاول وفي الاخر لاصل الحاجه، طعمها الكنافه كده ليها طعم كنافه. لكن كنافه بالمانجا، كنافه بالشوكولاته او بالنوتيلا، كنافه مش عارفه بايه. بصراحه انا ما بحبش الافتكاسات الكتير في الحاجات الاصليه اللي احنا طول عمرنا متعودين عليها. تعالوا نبدا كده بسم الله الاول ونشوف احنا هنعمل السيرم بتاعها او الشربات وهنعمله ازاي. وهقول لكم على فكرة كويسة جدا عشان الشربات بعد كده ما يخرصش مني او يكتل مني او يسكر زي ما بيقولوا. يعني اول حاجة انا هاخد 2 مج من السكر، وعليهم نفس المج 2 برضو من المية. المج ده بياخد نفس مقدار اي كوباية هستخدمها، هاخد 2 سكر و2 مية. ومعايا هنا عصرة ليمونة، نص الليمونة دي انا هاخد منها بس كام نقطة كده عشان ما يخليش العصير بتاعي او السيرم بتاعي مزز. دي بقى افضل حاجة للشربات بتاعي اللي انا بعمله، اللي هو معلقة عسل ابيض. معلقة العسل الابيض ده بصراحة بتخليه في حتة تانية خالص، مستحيل يخرز او يسكر مني. تمام. طبعا هرفعه على النار، هياخد مني حوالي مثلا من 10 دقايق لربع ساعة على النار. تعالوا بقى نشوف الكنافة بتاعتي. اولا كده انا بحطها كلها في الصينية وبقطعها، ولازم وانا بجيب الكنافة بتاعتي اكون جايباها من مكان كويس، والكنافة تكون طرية كده، ما تبقاش ناشفة. ليه بقى ما تبقاش ناشفة؟ لان حتى لو هي العجينة جاية ناشفة او انا جايباها لسه طرية ناشفة، حتى لو عملتها هتفضل ناشفة، حتى لو غطيتها، حتى لو عملت فيها ايه هتفضل ناشفة. انا لازم اجيب الكنافة بتاعتي تكون طازة كده وتكون طريه وحلوه كده. انا طبعا كنت مقطعاها اصلا الاول، وبعدين جبت حوالي مج، نفس المج اللي انا حطاه سكر اللي هو بتاع الشربات بتاعي او العسل بتاع الكنافه، من السمنه. انا بحط نص سمنه بلدي ونصه سمنه اللي هو العادي، اي نوع سمنه، او نصه زبده ونصه سمنه بلدي، او كله اللي متوفر عندي، اللي متوفر عندك او اللي موجود عندك اشتغلي بيه، او كله سمنه بلدي اللي انت بتحبيه. طبعا هبدا بس ايه، انا كنت مسيحاه طبعا في الاول، وبعدين نزلت عليه في الصينيه بالسمنه كلها، وهبدا ايه يعني زي ما يكون بقطع كده. انا كده بقى ايه، بحاول اخلي الكنافه كلها تتشرب من السمنه بتاعتي. تمام. دي وفرفرها كده عشان تبقى ايه، تبقى حلوه معايا، تطلع معايا يعني هتشوفوها في الشكل النهائي تبقى عامله ازاي. طيب انا هحشي الكنافه بتاعتي ايه، هحشيها زي حشو زمان اللي هو السوداني العادي، السوداني اللي هو بيبقى مقشر، بطحنه وبحط عليه جوز هند. المفروض انه يبقى الطبيعي بتاعنا اللي هو جوز هند وزبيب وسوداني. ودي كانت المكسرات بتاعتنا بتاعت كانت زمان، يعني هو ده اللي كان المكسرات بتاعت زمان، ما كانش فيه حاجه لا كاجو ولا فستق ولا لوز ولا الكلام الفارغ ده كله. اللي كان موجود زمان كنا بنحط عليها جوز هند، حتى اوقات كمان كانت الخلطه دي بتبقى جايه جاهزه. طيب انا عندي بصراحه في البيت محدش بيحب الزبيب، فطبعا انا استغنيت عنه. اللي معايا دلوقتي سوداني مقشر مطحون ومعاه جوز الهند. ما بحط السكر، ما بحطش عليها سكر، يكفي قوي العسل بتاعها اللي انا عاملاه او السيرم اللي انا عاملاه ده بكفايه جدا. وكمان السكر اوقات ما بيسحش كويس، يعني بيبقى يقرقش كده في الاكل، بيبقى مش ظريف بصراحه. تمام. اول حاجه انا بفرد طبقه زي ما انتم شايفين، وابدا اضغط عليها جامد. انا طبعا مش محتاجه ان انا ارش بعد كده. طب انا ليه ما برصش الصينيه وبعدين ابدا اوزع السمنه؟ كده ما السمنه ما بتتوزعش كويس. كده افضل، الطريقه اللي انا عاملاها دي افضل. بعدين ببدا احط طبقه من المكسرات بتاعتي او الحشو بتاعي اللي انا عاملاه، وارجع افرد كمان راق من الكنافه زي ما انتم شايفين كده. احاول اظبط ال يعني تكون متوازيه، يعني كل راق قد بعضها. انا بعملها طبقتين، والطبقه التالتة طبعا ايه اللي هي ما انا بغطي بيها الوش بتاعي في النهايه. هبدا بقى ايه افرد برضو كويس كده، وابدا اضغط جامد. زي ما قلت لكم الكنافه لما بتكون العجينه بتاعتها كويسه بتديني نتيجة حلوة جدا. لو انا بجيبها لازم اكون جايباها طازة قدامي وتكون طرية، ما تبقاش ناشفة، عشان حتى لو عملتها بتبقى النتيجة بصراحة مش ظريفة خالص وما بتبقاش حلوة. الصينية دي مقاس حوالي 24 تقريبا او 22، والله ما انا متذكرة. بتاخد النص كيلو، بتبقى فيها مظبوطة وزي الفل.
طبعا كده انا بدأت ارش الرق التاني، وهبدأ بقى اغطي الوش بتاعي. تمام. طبعا انا ممكن اسويها على فرن على البوتاجاز من فوق، اهدي النار، النار تبقى وسط كده، واقلب بايدي وافضل الف الصينيه بايدي كده، وبعدين اقلب الصينيه. يعني اللي ما عندوش او مش متوفر عنده لا فرن غاز ولا فرن بوتاجاز ولا فرن غاز، اقدر اعملها على البوتاجاز عادي جدا. طبعا احنا بنبقى نشتري كنافه اللي هي بالكريمه من اللي هي بتبقى معموله في الاطباق الصغيره دي بتتعمل على على العادي، على عين البوتاجاز عادي، واكيد كلنا عارفينها يعني. فسهل جدا ان احنا نسويها على البوتاجاز، واسويها كمان في فرن البوتاجاز، واسويها في فرن الغاز. بس انا بحب شغل فرن البوتاجاز، انا متعوده عليه. في ناس طبعا بتبقى، هوريكم دلوقتي انا بقلبها ازاي. اهم حاجه عندي الضغطه دي، لازم اضغط عليها بس مش قوي يعني اكتمها في بعضها، لا، يعني ضغط عليها نص ضغطه كده، بحيث انها تكون متماسكه في بعضها وما تفكش مني، لان انا بقلبها. في ناس طبعا ما بتقلبهاش كده وبتكتفي انها بتحمرها من تحت ومن فوق. زي ما انتم شايفين الخطوه دي مهمه جدا. انا دخلتها الفرن، بعلي الفرن من فوق ومن تحت. اول لما بتحمر زي ما انتم شايفين بجيب صينيه، الصينيه دي كده او اي حاجه عندي تكون مفروده، وهقلب عليها الصينيه بتاعتي. هتشوفوا بقى من تحت اللون لسه ما احمرش، يعني لسه خالص، هي احمرت من فوق لكن ما احمرتش من تحت. فطبعا انا بقلبها زي ما انتم شايفين كده اهي، تطلع بسهولة جدا لان انا ضغط عليها كويس، وعارفة انها تطلع معايا مظبوطة بإذن الله. وهبدأ اشيل الصينية. طبعا انا ما بستناش اما الصينية بتبرد، لا، هي الصينية سخنة لسه مطلعاها من الفرن، واقلبها على طول عشان تكمل سواها على طول. ما بنتظرش يعني اما الكنافة تبرد، لا، انا بطلعها من الفرن وهي سخنة وادخلها على طول سخنة. ببدأ بقى انزل كده الكنافة بتاعتي. وطبعا ببدأ اظبط الحواف بتاعتي تاني، يعني زي ما انتم شايفين كده ابدأ افردها تاني زي ما كانت اهي. اظبط صينيتي، هي مش محتاجه تظبيط قوي ولا حاجه، هي بتنزل بسهوله والموضوع سهل. طبعا ممكن اعملها على مطرحه، في مطارح اللي هي المطارح المدوره دي بتكون جميله جدا، بس انا كان في الوقت ده بصراحه ما كانش عندي مطرحه، بس انا جبت انا جبت الحمد لله. كده بقى انا سويتها. ده بقى اللي كان تحت، ده الطبقه اللي كانت تحت لما قلبتها اخدت اللون الذهبي الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ده السيرم بتاعي او الشربات وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وهبدأ أسقي أبدأ أسقي الكنافة بتاعتي وهي سخنة. السيرم بتاعي أو العصير بتاعي اللي هو الشربات ده بتاعها بيكون بارد خالص، والكنافة طبعا بتكون لسه طالعة من الفرن، بتكون لسه سخنة خالص. وأبدأ أسقيها زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بغطيها. بعدها بغطيها عشان تفضل طرية مني، ما تنشفش مني. تمام. كده زي ما انتم شايفين دلوقتي انا جبت كيس اللي هو كيس الحليب ده اللي هو كيس اللبن، وفردته عليها. انا فردت الكيس نفسه وهحطه عليها، وهغطيها بالصينيه عشان ما تنشفش منه وتفضل ايه طريه كده وحلوه. تمام. طبعا في ناس بتحبها ناشفه او بتقرقش كده، انا يعني ما اعرفش، في ناس بتحبها كده، هم حرين، ما تغطيهاش، سيبيها من غير غطا. لكن انا بصراحه بحبها طريه. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي ولونها، وبصراحه ريحتها كانت خطيره جدا. طبعا الفيديو بتاعي كده خلص. اهم حاجة طبعا كل اللي يشوف الفيديو ما ينساش الاشتراك ويفعل الجرس، وتعملوا طبعا اهم حاجة اللايك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.